جات هذه الحكومة، هذه الوزارة وضعت 3 مشاريع قوانين تهم مجال التعمير، وهي كالتالي: مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وخاصة في المادة 11 لارتيكل 11 اللي تيعانيو منه واحد المجموعة ديال المستثمرين. هذا المشروع اللي هو الهدف منه وضبط الأجل وتقديم حلول قانونية للأجل سقوط الإذن بإحداث التجزئات العقارية، تجاوز الصعوبة المرتبطة باستكمال تنفيذ أشغال التجهيزة بالتجزئات العقارية، وكذلك الإكراهات المتعلقة بتسليم المؤقت والنهائي. هذا النص القانوني عطيناه للأمانة العامة، ودابا في المشاورة مع القطاعات المعنية، وتنتمناو باش يجي قريبا للمجلس الحكومي. كذلك المشروع الثاني اللي وضعناه عند الأمانة العامة للحكومة هو المشروع اللي تيخلق 12 وكالة جهوية، واللي غادي تمكننا باش نغيروا المنظومة ديال التعمير والإسكان، وغادي إن شاء الله ندمجوا القطاعات بجوج ديال إعداد التراب والتعمير والإسكان في وكالة جهوية، باش هذه الوكالات الجهوية تولي تتواكب الدينامية ديال الجهة والتنمية ديال الجهه، وفي نفس الوقت باش تولي واحد الاستباقيه فيما يخص هذا التخطيط، باش ما نعاودوش نطيحوا في هذه الاشكاليه اللي عانينا منها، اللي هي وثائق التعمير ما كاينينش ووسائل ديال الترخيص ما تيبقاوش. المشروع الثالث اللي هو قلت لكم هذه الاسابيع غادي نوضعوه امام الامانه العامه، اللي هو القانون المنتظر ديال وثائق التعمير. وان شاء الله الى مشينا بهذه الطريقه تنتمناو باش من هنا للنهايه ديال هاد الولايه نكونوا زدنا في هذا قطاع التعمير فيما يخص العالم القروي، فيما يخص المنظومه، وكذلك وثائق التعمير للجميع عرف بان بعد 30 سنه حان الوقت باش يتعاود فيهم النظر. شكرا، وتنتمناو باش ان شاء الله يكون تجاوب مع السيدات والساده المستشارين.